الثوره قامت يا استاذ جابر، والناس اتغيرت. ما عادش في قهر النهارده ازاي ان واحد يخلي 10 صحفيين من ضمنهم نائب رئيس تحرير ومدير تحرير وسكرتير تحرير وصحفيين متميزين ما يكتبوش، ويخلوا اولاد صغيرين مع احترامي لهم هم اللي يعني يعملوا حضرتك ممنوع من الكتابه؟ انا كنت ممنوع من الكتابه، ولجأت لرئيس مجلس الاداره وقلت له، ورحت للاستاذ حمدي رزق رئيس تحرير قلت له انا هفطس، رئيس تحرير المصور قلت له انا هفطس معايا في المؤسسه، قلت له انا هفطس لان انا صحفي وعايز اشتغل. قال لي علي انت كفاءه وانزل اعمل الشغل اللي انت عايز تعمله وانشره في المصور. عملت موضوعات لعادل امام ومحمود ياسين واسامه انور عكاشه ووحيد حامد ومحمود عوض الله يرحمه. يا فندم انت كفاءه، ما حدش الحمد لله الحمد لله. انا اقصد اقول لحضرتك ايه، الثوره قامت واحنا اتغيرنا والناس لازم تتغير. اتمنى من الدكتور يحيى الجمل ان يختار رئيس تحرير مش على اساس تليفون يجيله ان علي محمود ده كويس، او ان محمد المكاوي ده صحفي شاطر، او ان هشام الصواف ده سمعته محترم. انا عايز الكفاءه اولا، وقبل الكفاءه ال 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 الامانه الصحفيه والنزاهه. مش عارف اقولها ازاي، لكن راس مال الصحفي يا استاذ جابر، وانت تعلم ده وانت صحفي، رأس مال الصحفي السمعة، وكذلك رئيس التحرير. إذا فقد رئيس التحرير سمعته أو الصحفي سمعته، أصبح غير مرغوب فيه واصبح مش محترم. هو طبعا أرجو ان تفهم بين السطور. لا، ما انا هفهم بين السطور، لكن المشاهد برضو مش عايز يفهم بين السطور. انه احنا لحد دلوقتي لا نستطيع ان نتهم احد انه سمعته. لا انا بس احنا قدمنا بلاغ. انا كنت لسه اقول لحضرتك احنا هنمشي على حسب البلاغ. تمام. وحين يتم التحقق من البلاغ فيبقى، لكن احنا كل الاطراف دلوقتي على قدم المساواه. ما عندناش دلوقتي طالما ان في بلاغ متقدم للنائب العام، وزي ما قلت هو رقمه 5537 بتاريخ 29/3/2011، ومقدمه للنائب العام كل من الاستاذ علي محمود محمد، هشام حسن الصواف مع احترام لكل المقامات، محمد ابراهيم المكاوي، سمير احمد علي، ناصر جابر، ابراهيم عبد الحفيظ، مختار عبد الهادي. وبيقول ان في ثلاث صحفيين يعني قالوا تعفونا من يعني هم مضوا على الاصل في مكتب النائب العام، لكن رفضوا تمام. طيب. انا بس استسمح حضرتك في حاجه واحده، ان مجله فنيه يا استاذ جابر، مجله فنيه تتكلم في العصر الفاسد عن رئيس الدوله وعن اولاده وعن احفاده وعن ناس موجودين دلوقتي في السجن. ادي وزير الاعلام السابق وادي اسامه الشيخ اللي هم سرقوا مال الشعب. دي مجله فنيه مالها ومال الرموز الا اذا كان هو بيطبل زي بقيه العصر الفاسد ما كان بيطبل يا استاذ جابر. يا استاذ علي ده ما كثره المطبلين، ما احنا يعني ما حدش عارف لو كنا احنا في وضعهم كنا طبلنا ولا لا، ما حدش عارف برضه. الله اعلم. اذا انت يعني صحفي وعندك مبدا مش هتطبل لانك انت يعني صحفي قلم. انا اشتغلت مع الاستاذ رجاء في مطبلين دلوقتي بيدافعوا دفاع مستميت، وفي مطبلين هم بطبيعتهم كانوا مطبلين. انا احترمت رئيس تحرير المسائيه ده اللي قدم من غصب عنهم زي ما بيقولوا. رئيس تحرير المسائيه ده انا احترمت انه راح قدم استقالته النهارده حضرتك. تمام. باختصار يا استاذ جابر، احنا ازمتنا في ان هناك بعض. طيب قبل ما انقل معلش استاذ عدوي، انا معايا بس الاستاذ فوزي ابراهيم على التليفون، رئيس تحرير مجله الكواكب. اهلا بك استاذ فوزي. اهلا وسهلا استاذ جابر. اهلا بك استاذ فوزي. استاذ جابر، بما انك مبدئيا قلت للاستاذ علي انك انت متابعه، يا ترى ما بتشوفوش دايما على الصفحه الاخيره للكواكب بقالك 4 سنين او 5 سنين؟ تمام. مش على طول. استاذ علي محمود محتكر تقريبا الصفحه الاخيره، وانا اول ما جيت قلت له انت والاستاذ فؤاد المنصوري اخواتي الكبار وعلى راسي من فوق. لكن الاستاذ علي محمود ويوصفني ان انا اقول لك ان هو ما بيحاربنيش عشان متضايق من فوزي ابراهيم، ولا عشان خاطر فوزي ابراهيم فاسد، ولا انا راجل رئيس تحرير مجله فنيه. لو قريت المقال بتاع لازم واقفه ده هتلاقي لازم واقفه لامور فنيه، لانه كان النظام السابق مهمش الفن ودور الفن، واحنا كنا عاملين حمله اسمها عوده الفن الجميل كيف منا، عملت منها حمله
شديده وفردنا لها صفحات عن تغييب الفن في المدارس والنشاط الفني في المدارس، وكنا بنقول انه ده ما ينفعش لانه بيخرج نشء لا يعرف الفرق بين القبح والجمال، نشء جاهز للعنف ولا التطرف. الاستاذ علي محمود للاسف الشديد له طموح في الكرسي وده حقه، ولكن نفسي يمارس هذا الطموح بشرف. نفسي ما يتهمنيش. البلاغ اللي مقدمه لحضرتك انا اتحداه لو جاب مستند واحد. كان نفسي يجيب لحضرتك مستند واحد. هو بيقول قدم لرئيس مجلس الاداره، انا بقول لا للنائب العام مش رئيس مجلس الاداره. استاذ جابر صلح حاليا الاستاذ حلمي النمله قدمت صوره لرئيس مجلس الاداره من البلاغ اللي احنا قدمناه للنائب العام. ولو كان في حد عندهم هو مقدم له مستند انا اللي هاجي لك بنفسي واقول للناس انا مستقيل على الهواء. طب انا عايز اساله هذا الكلام كله كلام ادعاء واتحداه لو جاب اي مستند. انا بحترم رأيك. فيما يخص الخسائر اللي عايز يتكلم فيها، انا هقول لك على حاجه يا استاذ جابر وانا هاجي لك لحد عندك. اتفضل. ومعايا الموقف المالي للكواكب. اتفضل. انا مستلم الكواكب من الاستاذ محمود سعد مديونيتها فوق 3/4 مليون جنيه. على مدى 4 سنين نزلت المديونيه ل 162,000 جنيه بعد اضافه 543,000 جنيه مرتبات واجور، وانا المفروض ما تقدرش عليا المرتبات والاجور لان الحكومه اللي بتدفعها. وهجيب لك هذا المستند وهذا هو التقرير اللي مرفوع. يعني انت حضرتك يا استاذ فوزي محقق مكاسب 381,000 جنيه يا استاذ. طيب معلش يا استاذ فوزي، حضرتك استلمتها كانت المديونيه 750,000 جنيه. ده اكتر يا بيه. طيب المديونيه كام دلوقتي؟ المديونيه حاليا بعد اضافه 542,000 جنيه مرتبات، يعني المفروض دي ما تضافش عليا. 600,000. المديونيه حاليا 162,000. 162. لو شلت المرتبات يبقى انا عامل ارباح ب 381 وانا بتكلم على الهوا، والاستاذ عبد القادر شهيد سامعني، والاستاذ محمد بن داري مراجع الماليه سامعني، والاستاذ ميشيل سامعني، وكل الاساتذه سامعيني بتكلم على الهوا. هذه بالارقام والارقام ما بتكذبش، والمستند موجود عند الاستاذ عبد القادر شهيد وحاليا موجود عند الاستاذ حلمي النمنم. انا بتكلم على موقف مالي مثبت، وهذا هو التقرير عكس ما هم بيدعوا بيكتبوا لي على الفيسبوك ان المجله بتخسر 600,000 جنيه، وبيقولوا من واقع التقرير اللي رايح للمجلس. اتحداه لو جاب هذا التقرير اللي بيقول انه من واقعه. طب استاذ فوزي، استاذ جابر كنت شاعر غنائي من 4 سنين او 5 سنين، ليا اسمي في السوق. حاليا انا بقول لحضرتك نزل فريق الاعداد، اذا لقى الفوز ابراهيم اغنيه من 4 سنين موجوده على اي البوم انا حاجه اقدم استقالتي على الهوا. طب استاذ فوزي، انا اخلصت للتجربه واخلصت المجله اللي انا غيور عليها. انا وكل زملائي، ومعايا زملاء كبار، معايا الاستاذ فؤاد المنصوري مدير التحرير وهو من جيل الاستاذ علي محمود، معايا الاستاذ اشرف غريب، معايا الاستاذه بكينام قطامش، المتحدث الرسمي هو زميل. هو بيقول لك استاذ فوزي هو 21 في سؤال. 32. طيب في سؤال للاستاذ علي. هو بيقول ان مفيش مستند. طيب في سؤال للاستاذ علي او في توضيح للاستاذ علي بس على كلام حضرتك. اتفضل. انت حضرتك بس بتقول ان البلاغ اللي انا قدمته للنائب العام دون بدون مستندات. أيوة. انا هسأل حضرتك سؤال. اتفضل. عملت 4 حفلات عيد ميلاد مجلة الكواكب. اخر حفلة 2010 اخدت منها عمولة 17,000 جنيه. عيد ما تضحكش بس استنى خليني اكمل كلامي. هي عيد ميلاد يا استاذ جابر. يا خليني اكمل كلامي بعد اذنك. بعد اذنك بتحاسبني على حفلات انا افتكرتها عشان ادخل للمؤسسه. طيب خلينا يا استاذ فوزي نكمل سؤالك. من فضلك خليني اتكلم عشان معايا اساتذه عايزين يتكلموا عن مجلاتهم برضه. عيد ميلاد فوزي ابراهيم يا استاذ جابر ولا عيد ميلاد مجله الكواكب؟ برضه هقاطعني. عيد ميلاد مجلة الكواكب، يعني أي فلوس تخش لمجلة الكواكب من هذه الحفلات المفروض إنها قانونا، وإحنا سألنا نائب مساعد النائب العام قال إن هذه الفلوس المفروض إنها توزع بالتساوي على العاملين في المجلة وليس لشخص واحد. طيب ده اخر حفله واخد فيها استاذ جابر 17,000 جنيه بالمستندات. خلاص 2009 موجوده الارقام بتاعتها في دار الهلال، و2008 و2007. جمله هذه الفلوس يا استاذ جابر
شرعا وقانونا انها المفروض انها تتوزع على جميع العاملين في المجله الصغير والكبير. لماذا لم توزع هذه؟ ليه قبلت على نفسك انك انت تاخدها لشخصك، مع ان دي حفل عيد ميلاد مجله الكواكب، يعني لكل اعضاء المجله، مع كل التقدير والاحترام لك. اتفضل يا استاذ جابر. خلصت يا استاذ علي؟ اتفضل يا استاذ. اسمعني يا استاذ جابر. الحفلات اللي انا بعملها دي يا استاذ جابر لا اكلف دار الهلال مليم واحد، لانه الفنانين اللي بيشاركوا في هذه الحفلات بيشاركوا بلا مقابل. وكنت بجيب اكبر مطربين في مصر. الحفله اللي هو بيتكلم عنها السنه اللي فاتت دي كان هاني شاكر ووائل جسار في عز ما كان عامل الالبوم الديني ومكسر الدنيا. تمام. حضرتك انا لما الحفلات دي لما بقعد انا اتفق مع المطربين ومع الموسيقيين ومع الاوبرا ببلاش ومع اي تفاصيل، حتى الدعايه، اي تفاصيل ممكن تتخيلها. والاستاذ برضه عبد القادر شويد سامعني وكل الزملاء سامعيني في الكواكب. كنت بعملها بنفسي من الالف للياء، بقعد على مدى 3 شهور بعمل اتصالات. طيب خلينا استاذ فوزي لا ما عشان بس الوقت. لا استاذ فوزي انا اقصد يعني حضرتك بتنفي انه يكون في شبهه تربح في مساله الحفلات. الجهاز المركزي للمحاسبات مراجع هذا الكلام. هو بيرد يا استاذ. الجهاز المركزي للمحاسبات يا استاذ جابر. تمام يا استاذ جابر. طيب. الجهاز المركزي للمحاسبات مراجع هذا الكلام سنه بسنه. تمام. والكسب المشروع سئل في هذا. واظن حضراتكم بتعلموا ان هم لما بيختاروا رئيس تحرير او يبقوا على رئيس تحرير بيبقى بعد السؤال في الرقابه الاداريه والكسب المشروع. ده الكلام ده بقى طيب مش ايام صفوت الشريف، ايام الفساد انتهت. استاذ فوزي سؤال اخير. أيوة. انت عندك نيه تقدم استقالتك؟ ده مين اللي ان شاء الله؟ لا انا بسال حضرتك، انت عندك نيه تقدم استقالتك؟ الاستاذ جابر. انا بسال حضرتك. يا استاذ جابر قول له رقم انا نمره واحد لما يبقى في 22 من مجمل 31 او 32 صحفي. تمام. عايزيني مش من الامانه نصهم اداريين. انت بتتكلم على الصحفيين ولا الاداريين؟ مالكش دعوه. انا بتكلم استاذ جابر ما هو يقول الصحفيين كام، ما يقولش الاداريين. الاداري ملوش علاقه بالصحفي. حضرتك برضو قلت 26 صحفي مش كده؟ انت قلت 22 او 23 صحفي. 23 صحفي. ما تقولش بقى 30. هو بيتكلم بيقول لو الغالبيه هتطالبوا، لو الغالبيه طالبوا ده هيتقدم. يا باشا هو بيتكلم. احنا بنتكلم بالورقه والقلم. تمام يا استاذ فوزي. يا استاذ راجع يا استاذ جابر. اتفضل. الاستاذ جوده الملط النهارده كاتب في الاخبار اول عنوان لو استقال كل الشرفاء من يدير الدوله. تمام. عيب، انا مش هستجيب لاقليه. يطلعوا الاغلبيه يقولوا مش عايزين فوزي ابراهيم، وقتها يبقى في كلام تاني. وانا الشرفاء اللي بيقولوا مش عايزين فوزي. اشكرك يا استاذ فوزي، اشكرك شكرا جزيلا استاذ فوزي ابراهيم رئيس تحرير مجله الكواكب. وانتقل الى اخبار النجوم وزميلنا الاستاذ محمد عدوي. ازيك يا محمد؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ يعني هو بدايه قبل ما مدام امال تتصل اللي هي رئيس التحرير يعني تقول ان انا طمعان في الكرسي، انا مش طمعان في اي حاجه. ده مبدئيا. ثانيا احنا بنتكلم استاذ فوزي قال استاذ علي طمعان. ده حقيقي. انا مش طمعان في اي حاجه. انا محمد عدوي العبد الفقير لله، مش طمعان في اي حاجه. ثانيا وده الاهم، عشان كده مش محتاج للكرسي. ثانيا وده الاهم، احنا بنتكلم عن حاله ما هياش حاله 14 فرد هم معينين، هم قوام. كم عدد؟ 14 فرد قوام مجله اخبار النجوم. احنا بنتكلم عن حاله بتشكل وجدان الناس. اخبار النجوم والمجلات الفنيه والمجلات الادبيه ما هياش مجرد مجلات صغيره الحجم بتطلع بتوزع على عدد من الاشخاص بيطلعوها بامكانياتهم المحدوده وهكذا. لكن احنا بنتكلم عن مجله بتشكل انجاز التعبير يعني في وجدان الناس. وبالتالي لا يجب ان السيده الفاضله امال عثمان، وهي فعلا فاضله من كل رؤساء التحرير اللي باقيين، انها تظل في موقعها. 13 سنه الاستاذه امال عثمان مع كامل تحياتي وكامل تقديري تحكم اخبار النجوم بالحديد والنار. 13 سنه امال عثمان هي الحاكم الامر الناهي في المجله. 13 سنه الاستاذه امال عثمان يعني مع كامل تقديري ليها تشكل سياسه التحرير كيفما تريد. احنا مع كامل تقديرنا لكل اسم اي حد عايز يعمل مداخله اهلا بها. 13 سنه تاتي بمن تشاء وتبعد من تشاء. احنا الاستاذه امال عثمان ابعدت ناس هم من يقودوا الصفحات الفنيه في الصحف،
الاستاذ خالد محمود راجل محترم ورئيس قسم الفن في الشروق، الاستاذ اسعد عاشور مستشار تحرير في احدى كبريات الصحف في السعوديه، وهكذا اسامه صفار ومجموعه كبيره جدا، والاستاذ احمد المراغم مستشار مجله الاذاعه والتلفزيون كانت بتعاملنا ببعض الدفاع. وانا واحد من الناس دي اللي تعرضت لمثل هذه الاشياء وابعدت من سنه. انا بقالي سنه ما بكتبش قبل ما تقول ده يعني موجود. انا موجود. انت موجود على قوه المجله. انا معلق. انا مش عارف انا وضعي ايه. انا طلبت اجازه اترفضت. كنت على موقع مدير تحرير؟ انا كنت على مشرف تحرير ونزلت، وهذه المواقع مواقع شرفيه تفعل فيها كما تشاء.